شيء تعمليه أقصدي به وجه الله تعالى ورضاه، لأنه كاين فئة من الناس ترعي أمورهم، تهتمي بيهم، تنصحيهم وتكرميهم وما تسمعيش منهم كلمة شكر. أما رب الناس فاسمه الشكور. الشكور بمجرد أن تتحركي نحو الله وتقصدي وجهه الكريم بأي عمل مهما كان صغير إلا ورد عليك بخير كبير. وما من إنسان إلا وله مع الله هذه التجربة، لأن الله شكور لعباده، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى. إذا انفقت ما في الجيب أتاك ما في الغيب، إذا أعنت ضعيف أعانك الله على من هو أقوى منك، إذا أطعمت مسكين غمرك ربي سبحانه بفضله. أي خطوة نحو إرضاء الله تبعها خطوات ثواب من عنده، تشوفي التيسير، الأمن، الرضا، الهنا، السعادة، الحكمة. وهكذا ربي سبحانه ليشكر عباده. قال سبحانه عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن ربنا لغفور شكور.